فشر الصيادين، المرض الخبيث والعلة الخبيثة اللي في معظم الصيادين إلا ما رحم ربي. موضوع الفشر والمبالغة في كمية السمك أو أوزان السمك أو أحجام السمك، وده للأسف يعني منتشر ومعروف بيننا احنا بقى يا صيادين. نخلي بالنا عشان خاطر موضوع الفشر ده انت ممكن تشيل من ورا ذنب. ليه؟ انت لما تيجي تقول لواحد مثلا صاحبك او كده عشان تطلع قدام منه الصياد اللي مفيش منك بطل الصيد، تقول له ده انا سحبت سمكة قد كده او جبت 7 8 كيلو سمك، فهو هيعمل ايه؟ طبيعتنا احنا بقى صيادين، هيسخن، هيجري يروح يكلف نفسه طعوم ويكلف نفسه مواصلات، وممكن يسيب شغل عشان خاطر يجري بقى ايه ورا سخن عليه. فانت مش هتستفيد حاجة. وكلنا عارفين واقع الصيد، واقع الصيد بيقول ان انت كتير بتطلع ما بتجيبش سمك او بتمسك سمكة سمكتين. ده واقع الصيد الناس الهاويين اللي زي حالتنا. فانت ما تبالغش في ايه، في جبت سمكة قد كده وصيد، لا. فما تقولش انا جبت مثلا كذا. ربنا رزقك بحاجة، ما تقول، ما تدلش حد ليه. حتى انت تقع في غلطة في ورطة تانية، ايه هي؟ ان انت مثلا ربنا كرمك النهارده وخدت سمكتين حلوين من مكان، هل انت ضامن تاني يوم لو حد راح هياخد نفس السمكتين؟ استحالة. ممكن يحصل نفسك انت نفس الشخص اللي مسك السمكتين وراح تاني يوم مش هياخدهم. في قنوات الصيد مثلا، في واحد مثلا لو كل يوم بيمسك سمك هيعمل كل يوم فيديو. لا، انت مثلا الناس في قنوات الصيد مثلا حاج عبده واخواتنا وحبايبنا دول، لما يجي بيصور فيديو ممكن يقعد اسبوع عشان خاطر يصور فيديو كويس يطلع يقدمه على القناة. هل هو طول الاسبوع ما طلعش؟ لا، بيطلع بس مش شغالة، مش واكلة السمك. فانت احذر من موضوع الفشر ده. احنا واحد من الناس حصل معايا موقف، كنت ماشي مع واحد صاحبي ومعديين على واحد في محل كان راجع من الصيد، فقدرا واحنا معديين قدام المحل وهو بيفضي العياشة، فواخد سمك خنين صغير كده، ما فيش سمك شوي صغير خالص. فاحنا معديين شفناه وهو بيفضي العياشة، شفنا السمك. فمعديين تاني يوم، ايه يا عم محمد، ايه مش عارف ايه، ايه الاخبار؟ فراجع لنا ده انا كنت امبارح على المية الفلانية وولعة وجايب ايه، والله العظيم وبيشاور كده. فاحنا بصينا لبعض، ايه، انا وصاحبي، وقعدنا نضحكوا. فانت ليه يعني؟ فالموضوع ده منتشر، فنحذر منه عشان خاطر ما نأذيش حد هيجري على المكان ويكلف نفسه مواصلات وطعوم، والقصة الحزينة اللي احنا عارفينها. حبيت انبه على النقطة دي عشان منتشرة ما بين الصيادين. جزاكم الله خير. السلام عليكم.